إن أمامنا مهمتين، الأولى أن نقف على مسألة الانتساب، والثانية أن نعمل على التحول الحزبي للمنتسبين للحزب، وفي هذه الحالة سنتقدم بخطوات عظيمة نحو الأمام، ونستطيع تمكين الحزب في كافة الأماكن بين المجتمع وفي المحافل الدولية والأوساط السياسية. فنحن أمام عملية تحول حزبي حقيقي، والتي سنعلنها كمرحلة جديدة بأن نخلق هذا التحول لجميع الأعضاء، ولكي نتمكن من التحول إلى شخصيات حزبية واعية مثقفة تتمتع بأخلاق الحزب متواضعة تحب الشعب وتحترمه. إيجاد الحلول، والآن لندى الرفيق أستاذ الكنون رئيس الجزيرة في حزب سوريا المستقبل الأبدي. ونبعث بلاد سوريا على الأجندات الخارجية التي تمثل سوء مصالح التطلعات والطرق الإقليمية والدولية، ولا يمكن أن تتوافق مع مصالح وأمال الشعب السوري. كذلك بضرورة التكاتف بالشعب السوري والابتعاد عن التعصب القومي والمذهبي، وذلك من المنطلقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.